بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنكمل معانا حلويات العيد. هنعمل مع بعض البوتي فور. ناعم جدا وطعمه في منتهى الجمال ومظبوط قوي. يلا نبدأ المقادير مع بعض. معانا كيلو دقيق، ومعانا 750 جرام زبدة. انا استخدمت زبدة فرن. الدقيق هنحط عليه رشة ملح، ومعانا بيضتين كاملين وصفار بيضاية. لو عايزاه يبقى بيقرمش شوية هتحطي 3 بيضات كاملين زي ما هو. ومعانا 200 جرام سكر بودرة. الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكون طرية. هننزلها في العجان بتاعنا، او سواء هتعمليه في المضرب اليدوي زي ما انت عايزة. وهنشغل عليه المضرب نطريها شوية. هنعجنها كده شوية تطرى شوية، وبعد كده هنبقى ننزل عليها السكر البودرة. مقادير سهلة جدا. هنحط بقى هنا، شايفين كده طريت خالص ازاي. هننزل عليها بال200 جرام سكر بودرة. انا طحناه في البيت، يعني مش لازم تجيبيه من بره. ونكمل خالص لحد ما نخلي القوام كريمي كده. كل شوية كنت بفتح العجانة وانزل السكر اللي على الطروف علشان كله يندمج مع بعضه. ونكمل ضرب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يبقى القوام كريمي خالص كده ولونه فاتح. ساعتها هنبدأ ننزل بقى هنا بالبيض بتاعنا. هتحطي عليه ظرف فانيليا، او انا حطيت عليه معلقة فانيليا سايلة. تمام كده. ونشغل عليه العجانة خالص لحد ما يندمج جدا مع بعضه والبيض يختفي تماما. كده خلاص تمام. ننزل بقى عليهم بالدقيق. الدقيق هنا انا حطيت الكيلو كله، بس شلت منه 4 معالق، لان احنا هنقسم الكمية بتاعتنا ما بين هنسيبه ابيض وما بين هنحط عليه الكاكاو. فعلشان يبقى محتاج لسه دقيق تاني، فلما نحط الكاكاو تبقى العجينة مظبوطة. فاهمين كده؟ هي لسه بتلزق شوية. بالظبط، هو ده اللي احنا محتاجينه. هننزل بقى كده العجينة بتاعتنا كلها ونبدأ نقسمها جزئين. ده الدقيق اللي انا شيلته زي ما قلت لكم 4 معالق. قسمت بقى هنا العجينة نصين، حاولت يعني يبقى قد بعض بالظبط. وهننزل هنا على الكاكاو وعلى العجينة اللي هنعملها بالشوكولاتة. هننزل عليها بمعلقتين كاكاو خام، يكون نوع حلو كده عشان يبقى طعمه حلو. وعلى النص التاني هنزل بمعلقتين الدقيق علشان يبقوا الاتنين زي بعض. ونعجنهم بقى كويس جدا لحد ما نشرب العجينة كلها، سواء بالكاكاو او بالدقيق. كده خلاص انا خلصتها وهبدأ اقطعها. انا مش دهنة الصاج اي حاجة. انا هنا عملته بالقمع، لان كيس الحلواني بتاعي اتقطع وانا شغالة، فكملت هنا بالقمع. اداني برضو نفس النتيجة. سهلة، والقمع برضو ما بياخدش وقت خالص. الوردة حلوة جدا زي ما انتوا شايفين، وما فرش في الفرن يعني ولا حاجة، وكان في منتهى الجمال. انا مشغلة الفرن كده على 180، وبعد كده ههدي الفرن شوية على 160، وافتح المروحة بتاعته علشان يستوي من فوق ومن تحت. وهحطه على الرف اللي في النص. اي صاج هتعملي فيه الكاكاو لازم يكون معاه واحدة بيضة علشان تشوفي التسوية، لان في الكاكاو مش بتبان قوي التسوية. هياخد في الفرن حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير قوي هيكون اتظبط. شايفين بقى النتيجة بتاعته ممتازة، مش بيلزق ولا حاجة، مش بنديله وش، يعني هو مش بيحمر من فوق، يا دوبك كده من تحت يبقى لونه فاتح وجميل كده، ممتاز جدا.
بصوا بقى ناعم جدا جدا وطعمه خرافي. شايفين الجمال؟ وعمل كمية حلوة قوي. ممكن تسيبيه كده وممكن تزوقيه. انا عملته بالشوكولاتة هنا زي ما انتوا شايفين كده. بحط ما بين كل واحدة معلقة شوكولاتة كده صغيرة عشان يلزقوا ببعض، وبعدين انزلها في الشوكولاتة. ممكن بقى تحطي اي ذوق تاني انت عايزاه براحتك، مفيش مشكلة، بس احنا بنحبها بالشوكولاتة اكتر، يعني فرماسيل. اي حاجة تانية بتحبيها. في سكر الوان. شايفين بقى جمالها؟ حلو جدا جدا وطعمه فعلا في منتهى الجمال. اتمنى يلا تجربوه وتقولوا لي النتيجة ايه. وكل سنة وانتوا طيبين يا رب ودايما بخير. وانتظروني بقى في حلقة جديدة مع روني.